منافسة غير شرعية بيعملها الزوجين في السر عشان يقبضوا ملايين من المشاهدات عليها. لكن يا ترى هتنتهي زي ما هم فاكرين ولا ايه اللي هيحصل؟ تعالوا معانا علشان نشوف مع بعض، بس ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. بنبدأ فيلمنا مع بنت اسمها جيمي، وهي في ميعاد رومانسي وبتقابل واحد اسمه آدم، وهم قاعدين مع بعض بتتكلم جيمي مع آدم وبتقول له إن نفسها تبقى لاعبة كيك بوكسينج. ولما بترجع جيمي للبيت بتدخل تاخد شاور، وأثناء ما هي بتتكلم في التليفون مع صاحبتها ومشغولة بيتسحب واحد لابس قناع اسود لبيتها وبيخطفها. وبعد لما بتفوق جيمي بتلاقي نفسها محبوسة في أوضة غريبة وفاضية خالص، وفي كاميرا متثبتة في السقف. فبتفضل جيمي تخبط بكل قوتها على الباب وبتطلب المساعدة، وفي نفس الوقت بتكون خايفة جدا. وفجأة بيتفتح الباب وبتلاقي قدامها ممر ضلمة جدا، فبتجري بسرعة فيه وبتتصدم بواحدة تانية اسمها سابرينا، وبتكون لابسة هدوم زي جيمي بالظبط، وبتمنعها جيمي من إنها تقرب منها لأنها طبعا مش واثقة فيها. لكن سابرينا بتحاول تفهمها إن هي ضحية زيها. وفي نفس الوقت اللي كان فيه الاتنين بيحاولوا يستكشفوا المكان، فجأة الباب اللي وراهم بيتقفل عليهم، وبكده لقوا نفسهم محاصرين في أوضة دائرية. وفجأة بتقول سابرينا لجيمي أنا أسفة، وبتهجم عليها، وبيدخل الاتنين في قتال شديد جدا. وهنا بتسألها جيمي عن سبب هجومها عليها، فبتجاوبها سابرينا بإنها لازم تعمل كده. وفي النهاية بتقدر سابرينا إن هي تثبت جيمي على الأرض، وبتضربها كذا ضربة بتموتها. وبتصرخ سابرينا وبتبكي بشدة، وبتسألهم قد إيه عدد الأرواح اللي مطلوبة منها. وبعد كده بنروح لمشهد تاني مع الزوجين اسمهم جوزيف وإليزابيث، وبنكتشف إن هم اللي ورا كل اللي بيحصل، وبنعرف إن هم خطفوا ستات كتير وبينظموا لمعارك مميتة بينهم. وكل المعارك دي بتتصور وبيعرضوها مباشر قدام عملائهم الأغنياء، وده طبعا عشان يكسبوا فلوس كتير من خلال تسلية الأغنياء. وبنرجع تاني للأوضة الضلمة وبنشوف سابرينا بتصحى على صرخات باقي الستات اللي في الأوض التانية. وبعد كده بيعلن جوزيف نتائج المباريات اللي قبل كده، وبيختار المتنافسين اللي جايين، وهم بنتين اسمهم دي وفيبي، وبنشوفهم ماشيين في نفس الطريق اللي كانت ماشية فيه جيمي وسابرينا. وأول لما بيوصلوا للساحة الدائرية بنعرف من دي إن هم هددوها بقتل أختها الصغيرة، وكمان فيبي بتقول لها إن حياة مامتها في خطر. وبيضطروا الاتنين عشان ينقذوا قرايبهم إن هم يدخلوا في قتال عنيف، وبتقدر فيبي تستجمع كل قوتها وبتهجم على دي. وفي النهاية فيبي بتفوز وبتقتل دي. وفي نفس الوقت بتحاول سجينة في زنزانة تانية اسمها كودي إن هي تتكلم مع سابرينا، وبتعرفها إن من وهي طفلة صغيرة كانت بتشوف باباها بيضرب مامتها، وده مأثر عليها لغاية دلوقتي. وبعد فترة صغيرة بيدخل قائد حراسة المنشأة واللي بيكون اسمه كورتز على زنزانة سابرينا، وبيقدم لها الأكل وبيبارك لها على الفوز، واللي بسببه بنتها هتفضل عايشة يوم كمان. فبترد عليه سابرينا وهي متجاهلاه، وبتقول إن هي ما عندهاش بنت ومش مهتمة باللي هيعملوه مع البنت الصغيرة دي. فبيتعصب كورتز جدا وبيزقها ناحية الحيطة، وبيوجه المسدس بتاعه عليها، وبيحذرها إن هي تهتم بكلامها وإلا مش هتاخد أي خدمات خاصة تاني. وبعد كده بنشوف 6 من السجينات وفيهم سابرينا وفيبي، وبيكونوا خارجين من الزنازين بتاعتهم، وبيروحوا الأوضة بيتربطوا فيها بالكرسي اللي قاعدين عليه. وبعد ما الحراس بيمشوا بتتكلم فيبي وبتدعي إن هي بتستمتع بالقتل، وبتسأل عن عدد الأشخاص اللي المفروض تقتلهم، على عكس كل الستات التانية اللي بيكونوا بيسألوا إمتى هيخرجوا من الجحيم ده وبيتمنوا بسرعة إن هم يهربوا. وهنا بيدخل جوزيف ومراته إليزابيث وبيقطع كلامهم، وبيعرفهم إن هم جابوا للمنشأة دي 50 ست واتبقى منهم 22 بس دلوقتي. وبعدها بتقرب إليزابيث من سابرينا وبتشيد ببراعتها في كل مباريات القتال اللي فاتت. وفي نفس الوقت من الناحية التانية بيقرب جوزيف من فيبي وبيشكر في أدائها القتالي، وبيبلغ جوزيف وإليزابيث باقي الستات إن في خلال 3 أيام هيتم اختيار الفائز النهائي، والفائز هيتم إطلاق سراحه من المنشأة. وبعد لما الزوجين بيخلصوا كلامهم بيرجع الحراس السجينات تاني للزنازين بتاعتهم. وفي الطريق بتتريق فيبي على سابرينا وبتفضل تستفزها جدا لغاية ما بتتعصب سابرينا عليها وبتفقد أعصابها وبتضربها في راسها جامد. فبسرعة بيتدخل الحراس وبيفضوا الاشتباك وبيقدروا يمنعوا أي قتال يحصل بينهم. وبعد كده بتسأل سجينة تانية اسمها تريزا سابرينا لو كانت بتشتغل في الجيش، فبتقول لها سابرينا فبتقترح عليها تريزا ان هم يهربوا من المنشأة، وكمان بتأيدها كودي وبتعرفهم ان كل اللي مطلوب منهم عشان يقدروا يهربوا هو قتل الحراس بس. فبتحاول سابرينا تفهمهم ان موضوع قتل الحراس ده مش بالسهولة دي، وكمان بتقول لهم ان اسرهم بيتعرضوا للمراقبة وممكن اي غلطة صغيرة تعرض حياتهم للخطر. وفجأة بتنهار سابرينا وبتبكي بشدة، وده لانها افتكرت ان هي اتخلت عن بنتها بالتبني. وبعد
وبعد كده بتتكلف كودي بدخول معركة قتال مع واحدة تانية اسمها ماريسا، وفي نفس الوقت بتكون باقي السجينات بيتفرجوا على المعركة من خلال شاشات تلفزيون في الزنازين بتاعتهم. وبتحاول كودي إن هي تهزم خصمها وبتستخدم أسلوب الاختناق. وبعدها بيجي الدور على صابرينا، واللي بيكون مطلوب منها إنها تتدخل في معركة مع 2 ستات وهم غلوريا وأليكس، وبتبدأ معركة الموت. وبتبقى صابرينا بتحاول تستجمع كل قوتها وبتقدر إن هي تنهي حياة الاتنين، لكنها بتكون استخدمت طاقتها كلها فبتفقد وعيها وبتقع على الأرض. وبعد ثواني بيدخل الحراس لساحة القتال وبيشيلوا صابرينا بعيد. وفي نفس الوقت بيبقى كتير جدا من المشاهدين الأغنياء بيتفرجوا في شاشات تلفزيون كبيرة. وهنا بتبدأ معركة تريزا مع خصمها راشيل، وبتضرب كل واحدة فيهم التانية عدة لكمات قوية. ولما بتحس راشيل بإن نهايتها قربت بتبكي بشدة وبتطلب من تريزا إن هي تبلغ جوزها رسالة، وهي إنها بتحبه جدا. فبتهز تريزا راسها بالموافقة، وبعد كده بتضطر تخنقها لغاية ما بتموتها عشان تفوز في النهاية. والمعركة اللي جاية بتبقى بين اتنين هم آن وريندا، وبيأمروهم يخرجوا من الزنزانة. فبتخرج آن وبتسمع الأوامر، لكن ريندا بترفض الخروج وبيبقى عندها انهيار عصبي ورفض القتال. ولما كورتيس بيعجز عن إنه يبدأ المعركة بيبلغ جوزيف. فبتروح إليزابيث لريندا وبتبدأ تتكلم معاها وبتقول لها إن الحل الوحيد عشان تنقذ مامتها من الموت هو إنها تدخل المعركة وتتعاون معاهم. وبيزيد غضب ريندا وبتضرب إليزابيث على راسها لدرجة إن بتخليها تنزف دم. وهنا بتعرف إليزابيث إن النقاش مش نافع مع ريندا، فبتطلع المسدس وبتصوبه عليها وبتقتلها. وبعدها بتأمر الحراس إن هم يشوفوا بديل بسرعة عشان يبدأوا المعركة، وكأن الموضوع بالنسبة لهم أمر روتيني عادي. ومن الناحية التانية بتفوق صابرينا وبتلاقي نفسها مربوطة في ترابيزة، وبعد عدة محاولات بتقدر إن هي تفك نفسها وبتروح لترابيزة تانية مليانة سكاكين. لكن بسرعة بيقدر واحد من الحراس يقبض عليها وبيبعتها على زنزانتها. وهناك بتحاول صابرينا إن هي تنادي على تريزا وكودي، لكن محدش منهم بيرد. لكن بسرعة بتوصل لها الأخبار بإن الاتنين تريزا وكودي في معركة قدام بعض. وفي غرفة القتال بيبقى تريزا وكودي بيبكوا بشدة ومش عاوزين يدخلوا في معركة مع بعض لأن هم أصحاب. لكن بتسأل تريزا عن اللي هيحصل لو رفضوا يقتلوا بعض. فبتجاوبها كودي وبتقول لها في الحالة دي إحنا الاتنين وكمان حبايبنا هيموتوا. فبتسأل تريزا كودي عن مامتها لكنها مش بترد عليها وبتفاجئها بضربة قوية. والمفاجأة إن تريزا مش بترد لها الضربة، وبتبدأ تكلمها عن جوزها المريض اللي موجود في العناية المركزة. وبتقول لها إن ممكن تبقى نعمة لو مات، وده لأنها عارفة مدى احتياج كودي لمامتها. وبتسمح تريزا لكودي إنها تفوز في القتال. وفي نفس الوقت بتبقى كودي مش قادرة تضرب تريزا وبتبكي بشدة. فبتحط تريزا إيد كودي على رقبتها وبتطلب منها إن هي تخنقها، وبتطلب منها تضغط على رقبتها أقوى، وبترمي نفسها على الأرض متعمدة عشان تقدر كودي تخنقها بسهولة. وفعلا كودي بتخنق صاحبتها تريزا، وبعد انتهاء القتال بتنفجر كودي من العياط. ولسوء حظها ما بتقدرش تاخد وقت كبير من الراحة لأن بسرعة بيدخلوا فيبي عشان تبدأ معاها معركة تانية. وفي الطريق بتسخر فيبي من صابرينا وبتقول لها إنها هتقضي على صاحبتها. فبتهددها صابرينا وبتقول لها تبعد عن كودي، لكن فيبي بترفض وبتكمل طريقها وبتفضل تصفر بصوت عالي. ولما بتوصل فيبي لساحة القتال بتفضل تتريق على كودي وبتعايرها بإن باباها كان بيضرب مامتها. فبتغضب كودي جدا وبتضرب فيبي لكمة قوية على وشها. وهنا بيبدأ القتال وبتقدر فيبي إنها تكون الأقوى من أول القتال لآخره، وبتضرب كودي بكل وحشية وبتنهي المعركة بخبط راس كودي في الحيطة من غير رحمة. وللأسف بتموت كودي. وبعد كده بتعلن فيبي رغبتها في مواجهة صابرينا، وده من خلال الكاميرات اللي موجودة في ساحة المعركة، والكل بيعرف بالرغبة دي. ومن الناحية التانية في زنزانة صابرينا بتبلغ الحراس بإن هي عايزة تواجه فيبي، وبتقرب من كورتيز وبتطلب منه إنه يسمح لها تدخل في قتال مع فيبي. فبيرد عليها كورتيز بغرور وبيقول لها إنها تقدر تقاتل زي ما هي عايزة لأنهم على أي حال في الآخر هيقتلوا بنتها. وبعد كده بيروح كورتيز لغرفة التحكم وبيفتح باب زنزانة صابرينا، وبعدها بتجري صابرينا لساحة القتال وبنشوف إن فيبي جاهزة ومستنياها. وبتبدأ صابرينا تضرب فيبي بكل قوتها انتقام منها على اللي حصل في صاحبتها، وبتقدر إنها تبقى من أول المعركة مسيطرة. وبتفضل فيبي تضحك بصوت عالي، وده اللي بيخلي صابرينا تغضب أكتر وتفضل تضرب فيبي ضربات أعنف. وموجة الغضب اللي جت لصابرينا بتخليها تقتل فيبي بكل سهولة ومن غير أي ذرة شفقة. وبعد انتهاء القتال بيجي الحراس يشيلوا جثة فيبي بعيد، لكن بيأمروا صابرينا إن هي تفضل في ساحة القتال لأن هي هتواجه خصم تاني وهي بنت جديدة اسمها إيزابيل. وحسب كلام جوزيف دي أول مرة يتعمل فيها معركة نهائية ضد خصم جديد. وبيكمل جوزيف كلامه وبيقول إن إيزابيل
إيزابيل شابة جماعية رياضية حصلت على منحة دراسية كاملة في المجال الرياضي، وكمان بتدير صالة ألعاب رياضية مع جوزها. وبيعلن جوزيف إن المعركة دي هيتم فيها الإعلان عن البطل النهائي. وبعد لما بتدخل إليزابيث لساحة القتال بتسألها سابرينا لو كانت تعرف سبب حضورها للمكان ده، فبتقول لها إيزابيل إنها ما تعرفش. فبتبدأ سابرينا تشرح لها المخاطر من ورا القتال ده، وهو إن اللي هيخسر هيموت واحد من حبايبه. فبتسمع إيزابيل كلامها وبتبقى مش مصدقة، وبتهجم عليها سابرينا وبترد عليها إيزابيل بضربة عنيفة جدا. وبتدور بينهم معركة شرسة بيبان فيها المهارات القتالية لكل واحدة فيهم. وبتقدر إيزابيل تلف إيديها حوالين رقبة سابرينا وتلويها، وده بيخلي سابرينا تنهار وتقع على الأرض. وهنا بتنتهي المعركة وبيعلنوا فوز إيزابيل. وبعد كده بيدخلوا الحراس وبياخدوا جثة سابرينا يودوها للمشرحة. وبعد فترة قصيرة بيدخل جوزيف ومراته إليزابيث للمنشأة عشان يقابلوا الفايز، وبيشكروا كورتز على خدمته وبيدعوه إنه ينضم معاهم لاحتفال بره المنشأة مع الأثرياء. وبنرجع للمشرحة مع جثة سابرينا وبنشوف واحد من العمال بيجهز الجثة، لكن بيتفاجئ إن سابرينا صحيت وطعنته بسكينة. وهنا بنكتشف إن سابرينا ادعت إنها ماتت وهي دلوقتي بتحاول تهرب من المنشأة. وبعد شوية بيدخل موظف تاني للمشرحة فبتخلص عليه سابرينا. وبعد كده بتخرج من المشرحة بحذر شديد وبتبدأ في قتل الحراس واحد ورا التاني. وفي الآخر بتقتحم الأوضة اللي كان فيها جوزيف وإليزابيث بيتكلموا مع إيزابيل. ومن غير ما تضيع وقت بتهاجم سابرينا الزوجين وبتحرر إيزابيل. وفي وسط الفوضى دي كلها بتمسك إليزابيث عصاية وبتضرب بيها إيزابيل ضربة تقضي عليها. ورد على قتل إليزابيث لإيزابيل بتضربها سابرينا بكل قوتها وبتوقعها من الشباك وبتموت. فبيتصدم جوزيف من اللي حصل لمراته وبينهار وبيفضل يبكي وبيحاول يخنق سابرينا من رقبتها، لكن هي بتقدر تخلع حتة خشب قوية من الأرض وبتضربه بيها في رقبته وبيموت هو كمان. ومن الناحية التانية بيكون كورتز مستني في الحفلة، ولما جوزيف ومراته بيتأخروا بيحس إن في حاجة مش طبيعية فبيقرر إنه يرجع تاني للمنشأة. وعلى باب الأسانسير بيتقابل سابرينا كورتز قصادها فبتلحق تخلص عليه قبل ما بيطلع مسدسه ويقتلها. وبعد كده بتخرج لقاعة الحفلة وبيبقى كل الأغنياء حواليها مصدومين. وأخيرا بتقدر تجري ناحية البوابة الرئيسية وبتشوف ضوء الشمس من تاني. وبعد كده بتجري على جسر خشبي في اتجاه حريتها، لكن لسوء الحظ وهي بتهرب بيضربها واحد من الحراس بالنار في ظهرها. وبنشوف إنه يبقى آدم نفس الشخص اللي شفناه مع جيمي في الأول، وبنكتشف إن هو المجند اللي بيلاقي الستات وبيجيبهم للمنشأة. وفي النهاية بنشوف سابرينا وهي بتموت وشايفة صورة بنتها قدامها. ولغاية هنا بيخلص فيلم النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.